محمد زكي يوسف بسيون من عزبة الستين تبع غزالة مركز السنبلاوية. تمام. بنشكره جدا جدا على هذا. خد البلد تعبانة. تمام. المشير الرئيس عبد الفتاح السيسي خد البلد تعبانة. تمام. احنا بنشكره، بس احنا الكيماوي ارتفع علينا، الجزر ارتفع علينا، يعني ده كله ارتفع. طيب رأي سعادتك او رأي حضرتك هو زي ما انا قلت قبل التسجيل ان هو دعم الفلاح فدان القطن ب 1400 جنيه. ايوه صح كده؟ ده كويس ماشي. هيمشي حاله. هو الرئيس عبد الفتاح السيسي عاوز يمشي الفلاح وعاوز يمشي الدوله. ده كويس، احنا بنشكر. تمام. ويعني يشكر اللي خد البلد، برضه خد البلد تعبانه، خد البلد مديونه، فهو على اخر جهده بيعمل. تمام. واحنا يعني في الحروب ديت كتر الف خيره. تمام. عم محمد. نعم. احنا مبسوطين بيك اولا، بس انت شايف الوضع في شمال سيناء شكله ايه؟ وكلمه توجهها لرجال القوات المسلحه في شمال سيناء. ربنا معاهم وربنا يعينهم، واحنا في شد الزعل على اللي حصل في سيناء. دول يعتبروا اولادي، انا اولادي خدموا الجيش. انا يعني انا زعلان انا واحد من الناس فلاح زعلان عليهم، لان انا كنت يعني بتمنى عيالي كانوا يجيبوا الاجازه واشوفهم. ربنا يصبر اهاليهم وربنا معاهم. طب انت مع قرارات المشير عبد الفتاح السيسي بان منطقه رفح، انت كراجل فلاح وابونا واحنا بنفتخر طبعا ان احنا فلاحين من منطقه السنبلاوين وتمال الامديد او من منطقه الدجاهليه. مش ان احنا يعني، لا انت شايف وضع اهالي شمال سيناء مش مفروض ان هم يتعاونوا مع رجال القوات المسلحه ان هم يخلوا المنطقه علشان يقدروا يتعاملوا مع الناس دي؟ اتفضل. المفروض سيناء تنضف من العرب خالص. تمام. علشان يبقى الجو نظيف للقوات المسلحه. تمام. ده كله اللي حصل، بان اللي حصل ده كله متدسم على العرب. بس لو الموضوع ده عندنا هنا في غزاله مثلا او في عزبه الستين بتاعتكم اللي هي بتاعتنا ديت، وحصل برضو كون طلب منكم البلد حصل فيه ارهاب، لان احنا متوقعين ان مع الاخلاء ممكن حد من الارهابيين يوصل عندنا هنا. لو طلب ان اهالي غزاله او اهالي العزبه عندكم يخلوا المنطقه علشان يقدروا يسيطروا على الارهاب، تخلي. ما هو اصلا زي ما هيعمل فينا هيعمل في غيرنا. تمام. زي ما هيعمل في عزبه او في بلد هيعمل في بلد تاني. تمام. فالمفروض الحته اللي فيها الارهاب ديت تنضف خالص من السكان على اولى. تمام. تنضف من السكان، المفروض تنضف. طيب انت يا عم الحاج معلش، يعني انت شايف ال 1400 جنيه للفدان القطن كويس كدعم للدوله؟ معلش هو كويس ومش كويس. هو تمام. كويس في حاله. كلمني بصراحه علشان الكلام بتاع حضرتك ناس بتشوفه. يا باشا اتفضل. هو كويس ومش كويس. ليه؟ لان البلد تعبان. تمام. يعني انت مع الدوله، انت بتقول حاجه كويسه ان يتعمل حاجه دلوقتي وتم دعم. أيوة. كويس. بدعم يعني بيمشي. تمام. المشير عبد الفتاح السيسي بيمشي الفلاح مع الموظف، مع يعني يشكر وكتر الف خيره. تمام. يعني يشكر ان هو برضه بينزل مساعده للفلاح. تمام. بس لان القطن بتكلف، ده الفدان بتكلف له اكتر من 500 جنيه جمع. لا ده اكتر. يعني النفر بكام؟ النفر بكام؟ احنا بنقول جمع، احنا بنقول جمع، بس جمع شيء اسمه جمع. احنا مش عندنا لاقيين كيماوي ولا حاجه نحطها. ما هو الكيماوي ارتفع، ما هو رفع الكيماوي. يعمل الكيماوي ب 100 جنيه بس اللي جبت توفر ب 100 جنيه على طول. طيب يا استاذ علي انت كلمنا على ال 1400 جنيه الدعم للفدان يا عم الحاج. كويس. وان هو هيشتري الرز النهارده ب 2050 جنيه. ده كبدايه كويس. بدايه كويسه. اما الاسمده طبعا هي الاسمده غليت عليه. يا استاذ. غليت. طول بالك بس يا استاذ علي. غلي، هو هياخد رايك برضه. الاسمده غليت عليه والجاز غلي عليه. الكهرباء بتقف حدنا في الصيف ساعه وتيجي ساعه. هنشغل مكن الري على الكهرباء. هو يعني مسؤول فيها، هيبقى معاه مكن ديزل. ايه يا باشا، اما اجي تبقى الاقي شويه ميه في الترعه ومش عاوز اخدهم الارض ما عرفش. لا في مكن ديزل هيشتغل.
انت النهارده انت بتتكلم بعد 30 سنه ولا 40 سنه، احنا دلوقتي مش عايزين كون فيكون. البلد دلوقتي بتتولد من جديد. ايوه المكن ده شغالين فيه بقاله 3 سنين هنا على الترعه هنا، ولسه ما اشتغلش لوقتنا هذا. لا اشتغل في مكن، اشتغل. لا على المجموعه اللي احنا فيها من نهايه الحماير وانت جاي لحد هنا ما اشتغلش ولا مكنه لحد دلوقتي، بقى لهم 2 سنين بيشتغلوا فيه. تمام، بس في شغل شغالين فيه. في شغل شغالين بس بيشتغلوا ايه؟ ده بالبطيء، ده بيموتونا وبيطلعوا روحنا. احنا هنا في نهايه الترعه لو مش الكراكه فحر الترعه ما بنلاقيش ميه. دي الحاجه الثانيه الكيماوي احنا مش عندنا لقينا. انا عاوز اسقي ارض لو وريتها لك دلوقتي تصعب على الكافر، عاوز اسقيها ومش لاقي لها كيماوي، والكيماوي ب 145 جنيه بره، ولسه ما صرفناش كيماوي لما الجمعيه الزراعيه صرفنا حاجه. ادينا كيماوي ب 100 جنيه في الجمعيه ماشي، في الجمعيه كامل اصرف كيماوي، واصرف الكيماوي اللي انا عايزه زي زمان، اصرف 10 شكاير 5 شكاير 6 شكاير مانيش حبيعه في السوق السود. تمام، اديني ب 100 جنيه وخلاص، مش عاوز ال 75 جنيه، اديني ب 100 جنيه وافضل واخد الكيماوي اللي انا عاوز. البنجر في الدن البنجر عاوز 10 شكاير، اجيب له 10 شكاير ب 1650 جنيه، ما هاخد منه ايه؟ تمام. يعني البنجر ده معلش انا طبعا مش عارف الزراعه، بس البنجر ده زرعه رئيسيه؟ لا مش زرعه رئيسيه، بس الناس بتسترزق منها. يعني انا دلوقتي راجل بصرف على ارضي علشان اتنظر منها اخر السنه. تمام، 5000 10000 4000 6000 بتروح كليتها في مصاريف. تمام، بروح اجيب كيماوي ب 500 600 جنيه للجرعه الواحده، ب 500 600 جنيه اعمل ايه انا؟ عايش ازاي انا وعيالي؟ انت طلباتك ايه طيب من انا طلباتي من الدوله عاوزين شكاره الكيماوي تبقى ب 100 جنيه بس متوافره. لو الواحد خد 10 شكار ياخد 20 شكاره ياخد موجود في الجمعيه. تمام، في اي وقت في اي مكان. والشكاره الكيماوي الصبر ب 50 جنيه حرام عليهم. لو هي توفرت في السوق المحلي ب 100 جنيه بعد عن الجمعيات الزراعيه برضه مش بتبقى مضمونه. فيه سوبر النهارده ب 30 جنيه، وفي سوبر ب 40 جنيه، وفي سوبر ب 50 جنيه، ما نعرفش ان هنا الحلو وان هنا الوحش، كله مكتوب عليه نفس الكتاب، مش بالقيمه بتاعته، كله مكتوب عليه نفس القيمه، وكله مكتوب عليه نفس اللي هو ما تعرفوش انت، ما تعرفوش مش يعرف ولا التاجر اللي شاريه اللي هو عارف جايبه منين. في النهارده كيماوي بقول لك بواقي التصدير بتبدا من 95 جنيه لما ل 115، ما احناش عارفين فيها حجاره وفيها رمل وفيها تراب وفيها كل حاجه. طب هو يصدر حاجات زي كده؟ بواقي تصدير يعني دي فايض التصدير اللي طالع بره جاي لنا احنا هنا كفلاحين، بواقي تصدير بيبيعوه بره ب 100 جنيه وب 95 وب 105 وب 115، وما احناش حتى عارفين نجيب. تمام، مش ينفع بالوضع اللي احنا فيه ده. ماشي الكراكه مطهره الترعه هي واحنا بنعلق احنا بنتبهدل كفلاحين هنا بنتبهدل. تمام. طب طلبات احنا اخر نهايه، احنا نهايه الترعه حبيبي، حدنا ابر حقن في الترعه، وحدنا بتجيب لنا الامراض الدنيا عشان انزل اسلك الشبكه على بتاع اكياس وعليها ابر حقن وعلى كل اللي يخطر لك على بيت. كنهايه كل اللي يخطر لك على المفروض كراكه تقف هنا على طول باستمرار تطلع، او يعمل لك شبك كل الناس اللي بتصرف في الترعه دهيت، كل العزب اللي فوق ده بتصرف في الترعه دي. يعني منظر يعني مش النهارده ابراهيم بتاع الري بيقول لي احنا هنعمل شبكه فوق تحجز الحاجات دي. الاكياس بتيجي على مهما يعمل لنا شبكه، الاكياس بتيجي شكاير كيماوي فاضيه واكياس بتنزل من تحت بتلزق على الشبكه، بتروح قطع الميه عندنا خالص. لازم انزل اجيبها ازاي؟ انزل اجيبها عشان نبره حقنه تخبطني، واحد يكون عنده مرض ولا يكون عنده اي حاجه اصاب بنفس المرض بالكلى والكبد والهم الازرق ده ما ينفعش. تمام، ده مش ينفع. طيب يعني المفروض احنا الدوله تراعينا، احنا مبسوطين من مشير عبد الفتاح السيسي، الله يديله الصحه والله يعينه، ربنا يعينه. يعني هو عامل لنا حاجات حلوه، منظومه العيش الجديده طبقت عدن بسم الله ما شاء الله. هو بيبدا حاجه حلوه جدا، هو بيبدا من جديد. بيبدا البلد من جديد، بس احنا عاوزين من جديد. الفلاح مش يعدموه كده. انا بعت الرز ب 1700 جنيه في الدنيا. الرز جايب عندي 3 طن بعتهم ب 1700 جنيه، مش هو جايبين الكيماوي والميه وجري طول السنه فيهم، علشان انا مضطر، عشان انا مديون بتاع الكيماوي ومديون للجمعيه الزراعيه ومديون في الاصلاح الزراعي. يعني هو تاخر، الدوله تاخرت عليك في الدعم اللي هو ما فيش، لسه ما جاش، لسه ما انصرفش الكيماوي الشتوي لحد دلوقتي. لو وقتنا هذا ما انصرفش لا في جمعيه الاصلاح الزراعي ولا في جمعيه الجمعيات العموميه بتاعت الاهالي. والله عاوز امرس عشان اروى. يعني ايه تمرس يا عم الحاج؟ يعني مشط الارض بالبابور. يعني تزحفها يعني. تسويها. ما انا مش لاقي كيماوي، عاوز ارمي كيماوي قدام اللي بضل. مفيش كيماوي خالص؟ مفيش الا بره. مفيش الا الكيماوي السوبر وب 50 جنيه في الجمعيه وب 60 جنيه الكيماوي ب 170 جنيه ب 160 جنيه 150 جنيه لشكاره والله يعني احنا نفسنا الدوله يعني تدعم الفلاح. هو الدولة ايوه احنا عماد البلد ده هي الفلاح، عماد البلد دي الزراعه. استاذ احنا نشكر المشير عبد الفتاح السيسي بانه خد الدولة مديونة.
تمام. خد الدوله تعبان، بس هو يعني الفلاح عاوز يمشي، هيعمل ايه؟ ما هو لما ما يلاقيش حاجه، ما هو مضطر ان البنك يحجز عليه وينسجن. هيسدد منين؟ يعني مضطر انه مش هيسد البنك. حضرتك مراسل قناه خلي بالك، مش هيسد البنك، مضطر ان البنك يحجز عليه، يبقى هينسجن. تمام. يبقى هيعمل ايه؟ عموما عم محمد كل سنه وانت طيب، وصوتك ان شاء الله يوصل للمسؤولين، وان شاء الله نحاول نوفر الكيماوي ونحاول نوفر شويه الميه للارض بتاعتنا. احنا ربنا يعينه وينظف البلد وينظف من الارهاب والاخوان ديت وينظفها. واحنا يعني زعلانين على اللي حصل في سيناء، الجنود بتاعتنا لان دول يعتبروا ولادنا، وهو ان شاء الله ربنا هيعينه وهينصره باذن الله وهينصر مصر. ربنا يبارك لك يا عم محمد، كل سنه وانت طيب، وشاكر افضلك على الكلام الجميل الحلو ده اللي كل الناس بتشوفه. انتوا اللي حلوين، ربنا يبارك لك. والمشير عبد الفتاح السيسي هو اللي احلى. ربنا يبارك لك يا رب، كل سنه وانت طيب. يعني شاكرينه جدا جدا، وربنا يعينه ويقويه. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. وربنا يكفي شر ولاد الحرام. الله يخليك. وتسلم الايات. كل سنه وانت طيبين، كل سنه وانت طيب.